طيب يعني احنا عرفنا كده ان الشيطان الرجيم في قصة احمد رفعت هو احمد دياب، صح كده؟ لا طبعا، لان السبب الاول والرئيسي في الحالة النفسية اللي وصل بيها المرحوم احمد رفعت مش احمد دياب. نادر شوقي، نادر شوقي وكيل احمد رفعت هو السبب في الحالة النفسية. وهقول لك ليه. ما شاء الله السوشيال ميديا كلها يا بتدعي لاحمد رفعت يا بتدعي على احمد دياب، لكن انا هفهمك بس حاجة في دماغي كده بالعقل. روح اسأل محمد صلاح وقول له يا محمد يا صلاح يعني ايه وكيل لاعبين، هيقول لك يا معلم وكيل اللاعبين ده هو المنوط بأي حاجة تخصني في كرة القدم خارج الملعب. يعني هو المنوط بالإعلانات، هو المنوط بالعقود، هو المنوط بكل ما يخص كرة القدم بس خارج الملعب. الملعب ده بتاعي، انما اي حاجة بره الملعب، صفقة، عقد جديد، اعلان جديد، سبونسر جديد، اي حاجة بره الملعب بتخص كرة القدم وكيل اعمالي هو اللي بيظبطها. ما ينفعش يبقى الحلقة ساعة كاملة بنتكلم فيها عن مين المتهم في الازمة النفسية اللي وصل بيها احمد رفعت. هل هو وزارة الشباب والرياضة ولا احمد دياب لما كان رئيس نادي وهو قاعد؟ حلو. انت كنت فين يا فندم لما كل ده بيحصل؟ انت وكيل اللاعب، انت اللي قلت له وقع بقى على عقد. العقد الاماراتي ولا العرض الاماراتي كان عرض، ولا عقد معايشة، ولا ما عنده مشاكل مع الجيش والتجنيد؟ انت المنوط بكل ده مش اللاعب. لكن هل احمد دياب هو بس المسؤول؟ لا. احمد دياب يا سيدي بيتكلم على مصلحة ناديه، عمل مصلحة لناديه مثلا، زيه زي اي رئيس نادي بيحصل في الوسط بتاعنا. امام عاشور حصل له كده، محمود عبد المنعم كهربا حصل له كده، معتز اينو حصل له كده، وليد سليمان حصل له كده مثلا. انا بقول لك بضرب لك يعني امثله، تمام؟ لكن احنا مركزين على احمد رفعت الله يرحمه علشان حصلت حادثه كبيره جلجلت الشارع المصري كله. فاحمد دياب زيه زي اي رئيس نادي اتحكم في الموضوع لامر مصلحته او مصلحه ناديه. لكن انت فين كوكيل اللاعبين؟ ساكت ليه؟ انت شفت شبهه فساد، شفت الورق منعكش، قلت للواد او قلت للكابتن الله يرحمه وقع ليه؟ في ساعتها قلت له وقع ليه؟ وانت المفروض مدير، يعني وانت المفروض وكيل لاعبين بروفيشنال بتطلع اللعيبه للاحتراف وبتتكلم بمنتهى العقلانيه ومنتهى ازاي احنا متخلفين في كرة القدم، وسعادتك وسعادة غيرك متقدمين جدا، وازاي احنا مش عارف ايه وبتاع وجهلة في كرة القدم. في اي في اي انترفيو بتظهر فيه، في اي بودكاست بتظهر فيه، في اي مكان بتظهر فيه بتقول الكلام ده. لكن فين انت بقى من كل ده؟ من ان لاعب الورق متناقش الحلقة كلها. انا نتجت من الحلقة كلها ان الورق متناقش. انت كوكيل اللاعب فينك من الورق المتناقش ده كله يا سيدي؟ اوردر، تمام. ما طلعتش ليه على التلفزيون وقلت يا جماعه الواحد ضيع ما رحتش ليه للفيفا؟ ما طلعتش ليه على التلفزيون وقلت يا جماعه الواحد ضيع واحد اتنين تلاته ليه الولد اتكتم في نفسه؟ ليه الولد اتطلب من التجنيد؟ ليه كل ده؟ انت اللاعب على الورق. ما هو لعيب الكرة ما بيفهمش في الورق حاجة. وكيل اللاعبين في مصر مش بيجيب صفقة وسلام عليكم وعليكم السلام انا جبت لك يا ابني عرض من الامارات يلا اركب الطيارة وحصلني. مفيش كده ابدا. انت السبب في اللي حصل، انت اللاعب. مش عايز اقول بقى خيانة ومش خيانة، لكن انت اللاعب، انت اللي قلت للاعب وقع. جاي النهارده تعيط وبتبكي وفي الاخر بتسيب لنا رسالة يا جماعة يا اللي قاعدين في الكورة انتوا ما تصلحوش ومش عارف مين اللي يصلحه وبتاع. كنجاحك لنادي انت خدت نادي الجونة وهبطته. ده بس معلومة صغيرة يا جماعة ان هو كان واخد نادي الجونة وخد لعيبه من النادي الاهلي او تلات ارباع الفرقه اللي على الدكه بتاعت النادي الاهلي خدهم وشويه ناشئين والفرقه هبطت، وهو وكابتن حسام غالي. لكن ما علينا، بعيدا عن اي شيء. انت النهارده امبارح جاي تعيط، بتعيط على ايه وانت السبب؟ انت اللاعب على الورق.
انت اللي بتفهم حقوق، انت اللي فاهم حقوق اللاعب على الورق. ما تقولش احمد دياب، ما تقولش احمد شوبير، الحمد لله احمد شوبير طلع منها. احمد دياب، ما تقولش وزارة الشباب والرياضة. حضرتك انا موكلك، انت وكيلي. ليه؟ علشان انت بتجيب لي عروض، وانت اللي بتيسر لي حركة الورق بتاعت العقود علشان اروح احترف، عشان اروح اشوف نادي جديد. مش هروح انا اسجل نفسي باتحاد الكرة وانت بس بتاخد عمولة علشان انا جبت لك لا، ما بتمشيش كده يا فندم. دي بس رسالة مع احترامي للجميع اللي شايف ان احمد دياب هو السبب الاول والمش عارف ايه والكلام اللي احنا بنسمعه. انا معرفش هو مذنب ولا لا، لكن فكرة عن كرة القدم بتقول ان السبب الاول والرئيسي في قصة او في ازمة احمد رفعت النفسية كان هو نادر شوقي.